تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا كلما رفع فصيل إسلامي سني شعار الله أكبر أو قاوم المحتلين والطواغيت تضعه أمريكا فورا على قائمة الإرهاب، بينما تمارس الميليشيات الشيعية التي ترفع شعار يا حسين كل أنواع الإرهاب التتري بمباركة أمريكية مفضوحة؟ هل الإرهاب الشيعي حلال؟ وأي حراك سني حرام؟ لماذا تحشد أمريكا وشركاؤها لتحرير الموصل العراقية من داعش، بينما تركت الحوثيين أزلام إيران يستبيحون اليمن في وضح النهار؟ هل الفصائل السنية متخرجة من قندهار، بينما عصائب أهل الباطل الشيعية متخرجة من هارفارد وييلز وبرينستون مثلا؟ يتساءل كاتب عربي. ألا تقاتل الميليشيات الشيعية الأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية والسورية والإيرانية في كل مكان براحتها؟ ألا تعيث إجراما وذبحا، بينما توضع الفصائل السنية كأحرار الشام والنصرة التي تقاتل نظام بشار الأسد الفاشية على قوائم الإرهاب؟ هل تحالفت أمريكا مع ميليشيات يا حسين علنا؟